تعالي يا اللي لسه بتشتريها من بره، نفسك تعملي كفته مشويه وتطلع هشه وطريه بدون فحم ولا دخان، جوسي كده من جوه ولا اجدعها حياتي؟ هعملها لك النهارده بابسط طريقه، مكوناتها تخليها هشه طريه زي اللي بتشتريها من بره واحلى كمان. بعد ما تعمليها بالطريقه دي استحاله تشتريها من بره. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا على طول. عندي هنا كيلو من اللحمه المفرومه، ضفت لها ربع كيلو من الليه، لو مش متوفر الليه ضيفي ربع كيلو من الدهون، بس صدقيني الليه بتفرق كتير كتير قوي في الكفته. مهم جدا ان اللحمه يكون فيها نسبه من الدهون، بتطر اللحمه وبتخليها تلمع، وكمان بتمسك نفسها وما تقعش ابدا من على السيخ، ودي خطوه مهمه جدا. لكل كيلو لحمه حمراء ربع كيلو من الدهون. هضيف عليها بياض بيضه، 3 بصلات مبشورين بالميه بتاعتهم مش هصفيهم، معلقه كبيره من الفلفل المفروم او هريسه الشطه، ممكن يكون احمر او اخضر مش هتفرق. لو عندك بقدونس خدي الورق بس وضيفي حوالي كوبايه. هضيف كمان فصين من الثوم، باكت من البيكنج باودر بيخليها هشه ومش مكتومه. هضيف معلقه كبيره من توابل الكفته، لو مفيش توابل مشويات، لو مفيش يبقى ال7 بهارات. معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من البابريكا، 3 معالق كبار من النشا. النشا بتفرق كتير في الكفته، النشا وبياض البيضه والبودر هم دول الثلاثه اللي بيدونا القوام المتماسك والطروه والطعامه بتاعه الكفته. هضيف كمان نص معلقه كبيره من الملح، ربع معلقه صغيره قرفه، وهبتدي بقلبهم بالايدي، هقلبهم كويس قوي. وقدامك بقى حاجه من الاتنين، يا اما تكملي عجن بايدك حوالي 10 دقايق لغايه لما اللحمه تتجانس كده مع بعضها وتكون خيوط، او تضربيها في الكبه زي ما انا هعمل كده. هضربها ضربتين 3 كده، وده بقى شكل اللحمه، قوامها متجانس، عملت خيوط، هي دي الخيوط اللي انا بقول لكم عليها. بتعمل خيوط كده بين الانسجه بتاعتها وبعضها. تمام. هدخلها التلاجة لمده 6 ساعات. انت لو مستعجله عليها ممكن تحطيها نص ساعه، ساعه، الوقت المتاح بالنسبه لك، بس هي كل ما قعدت في التلاجة مده اطول كل ما بقت احلى واحلى. تمام. اللحمه بتاعتي بعد ما قعدت في التلاجة حوالي 6 ساعات. عندي خله بتاعت الشيش طاووق، دي اللي هصبع عليها الكفته. لو ما عندكيش عيدان الخله دي يبقى صبعي على ايد معلقه وهتبقى في منتهى الجمال. عندي هنا بوله فيها ميه بصل، هضيف عليها معلقتين من الزيت، وده الكفر اللي هبل ايدي بيه وانا بصبع الكفته. عندي صينيه قديمه هضيف لها كوبايه من الميه واحط عليها الشبكه اللي هرص عليها الكفته. نفترض يعني ان دي شبكه الفرن اللي هي بتبقى في النص، هرص عليها الكفته. هاخد بقى 3 عيدان من عيدان الشيش ديت مع بعض كده علشان يعملوا لي تجويف للكفته، عود واحد مش هينفع عشان هي رفيعه، فهنجمع 3 مع بعض وبعد كده هنصبع عليها الكفته. هبتدي اخد جزء من اللحمه وافردها على الخله بالشكل دوت، هبل ايدي من ميه البصل وهمشي ايدي كده على اللحمه وهفرد فيها بالشكل ده. بعد كده هاخدها وارصها على الشبكه بالشكل ده. تمام. بالنسبه للتسويه هدخلها فرن سابق التسخين على درجه حراره 220. بعد ربع ساعه هقلبها على الوش التاني لمده 10 دقايق، وبعد كده هخرجها على طول. شايفين الكفته وجمالها؟ احلى واطعم كفته حياتي ممكن تعمليها في البيت، ولا هتكش ولا هتنشف ولا هتقع من على السيخ ولا اي مشكله خالص من اللي انت بتقابليها في الكفته. شايفين الجمال؟ بجد تحفه، حته كفته يعني بصي حاجه كده وهم من الاخر كده، طريه جوسي. شوفي قد ايه وانا بضغط عليها كلها من جوه سوايل، يعني مش ناشفه خالص. بجد بجد حاجه كده يعني فاخر من الاخر، في منتهى الجمال والطعامه. انا متاكده انكم لو جربتوها هتعتمدوا الطريقه دي ومش هتغيروها خالص. الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يا رب يكون لن اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد.